اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده بقى له بدايه مختلفه كده، مشتريات. بقالي كتير قوي ما شاركتش معاكم مشتريات، والحقيقه ان دي اصلا المشتريات دي بقى لها فتره كبيره وانا يعتبر جربتها كلها اصلا. بصوا المج ده طبعا اللي هو مشهور قوي، انا كنت حباه جدا ان انا اجيبه، بس بصراحه لما جبته لقيته الازاز بتاعه خفيف قوي، يعني لدرجه ان انا حتى شفته وانا بحطه كده خايفه ان هو يتكسر من الرخام. اللي هو انتي هو مش عملي قوي بصراحة. فلو انتي هتجيبيه اعرفي ان هو خامته خفيفة قوي، اللي هو هتجيبي واحد لنفسك وبس مش للعيلة بقى وكده. دي بقى بخاخة الزيت كانت كويسة جدا معايا، وبصراحة حلوة وعملية. واستخدمتها طبعا. دي بقى المقابض بتاعت الحلة، بتاعت الغطا بتاع الحلة، لو انتي مثلا اتكسروا او حاجة. فانا عندي كنت محتاجة 2 فجبتهم، كان سعرهم رخيص. دول انا لسه ما استخدمتهمش. اما بقى الورق ده بيتلزق كده ورا البوتاجاز، بيبقى شكله كويس، لكن بصراحة طلع شفاف بيبين اللي ورا الحيطة، فالرسمة اللي على الحيطة هتبان، وانتوا عارفين ان انا عندي بلتقن فمش هتنفع معايا وما استخدمتهاش بصراحة. هنا بقى النفتالين ده كيس نفتالين خشب. تمام، انا جايباه للدولاب. هو ريحته كويسة، لكن ما اثرش على الدولاب ولا على ريحة الهدوم في اي حاجة خالص، فهو ملهوش لازمة كريحة، هو مش بيغير من ريحة حاجة خالص. النفتالين الاولاني ده جبته للحمام، وبرده مش عامل اي حاجة في ريحة الحمام. فالنوع ده، الانواع دي اللي انا جبتها هي مش كويسة. فحاولوا ان انتوا تجيبوا انواع تكون من محلات منظفات احسن من الجروبات اللي هي على الفيسبوك وكده. هنا بقى الجوانتي ده بصراحة طلع عملي جدا، وطلع حلو قوي، خامته حلوة، وكان سعره مش غالي. انا مش فاكرة سعره قد ايه، بس هو كان سعره كويس وخامته حلوة، لان كل ما اجيب جوانتي يتقطع بسرعة، فده حلو، وانا استخدمته طبعا كتير في غسيل المواعين، فبصراحة حلو. ايه تاني؟ بتهيألي كده كل الحاجات دي خلصت. هي دي الحاجات اللي انا كنت شارياها، وطبعا زي ما قلت لكم هي بقى لها فترة، والفيديو ده متصور من فترة كبيرة يعني. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده كان متصور، يعني يا دوب اتصور من هنا، وبعدها القناة اللي هو اللي حصل لها بقى اللي اتسرقت او كده. اللي هو شفتوا بقى لها فترة قد ايه، حتى انتوا هتلاقوا حاجات متغيرة، يعني زي مثلا السفرة مش موجودة ورايا اهيت. بصوا بقى، دي ادعية للناس اللي هي بتكسل عن الصلاة، او اللي هي عايزة تنتظم اكتر في الصلاة يعني. بصوا اول دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء التاني: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء التالت: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الدعاء الرابع: اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. ممكن تاخديهم سكرين شوت كده وتحفظيهم عندك لو انتي مثلا بتكسلي في الصلاة، وكمان ممكن تدعي لولادك بيهم. دي الأدعية اللي أنا بدعيها دايما وفي كل صلاة، يعني بدعيها ليا وبدعيها لولادي. بدأت أعمل بقى الفطار لإياد وحمزة. كنا احنا فطرانين من بدري، فحمزة وإياد كانوا صاحيين متأخر، كنا في الأجازة اللي فاتت، يعني الفيديو ده بقى له سنة كده. فكانوا بيصحوا بقى متأخر، كنا احنا بقى بنكون فطرنا الصبح بدري، وهما بقى بيصحوا لا مش عايزين ده، لا مش عارف ايه. الصحيان متأخر ده بقى بيخلي ايه، بيخليهم يتمردوا شوية، لا ملناش نفس للفطار، لا مش عارفة ايه. فبحاول بقى ان انا اعمل لهم الاكل اللي هما بيحبوه. لو تلاحظوا بقى ورايا كده هتلاقوا ان الفرش كان متشال. مش انا كنت بقول لكم ان انا الصيف اللي فات كنت شايله الفرش خالص من على الارض؟ فيعني التجربة دي بالنسبة لي جربتها كتير، بس بصراحة هي مرهقة شوية، هي محتاجة اللي هو مجهود في ان انتي تخلي الارض على طول نظيفة ومش عليها اي حاجة. فلازم كل يوم ان انتي تمسحي، لو عدى يوم مثلا ومسحتيش يعني الدنيا بتتبهدل، الركنة نفسها هتتبهدل، الفرش بيتبهدل، انتوا فاهمين. بعكس بقى لما السجاد يكون مفروش، لو عدى يوم مثلا وانا ما كنستش الشقة، لو عدى اسبوع وما مسحتش الشقة، مش بيبان عليها ان هي مثلا، يعني بتفضل زي ما هي، يعني محافظة على نفسها شوية. فموضوع ان انت تشيلي فرش في الصيف هو كويس بالنسبة للحرارة يعني، لكن مش كويس خالص بالنسبة للمجهود في ان انت تحافظي على ان الشقة تفضل نظيفة على طول 24 ساعة.
هنا بقى حطيت البيض يستوي، حطيت بيض على طماطم على فلفل اخضر على ملح وفلفل اسود، بس حطيتهم بقى يستووا هنا في الطاسه اهيت. وبعدين هبدا ان انا اقلبها لما تستوي. انا بفضل ان انا اغطيها، مش فاكره يعني انا غطيتها ولا لا، بس هي المفروض ان انا في العادي بغطيها علشان تستوي كويس وتستوي من جواها زي بره، يعني مش اللي هي تحمر وتبقى نيه او كده. هنا بقى ايه، الجاروف الصغنطوط ده عاجبني قوي. انا كنت شارياه من رنين، كان ب9 جنيه يعني مش فلوس، بس انا قلت ايه ممكن مثلا ان انا اشيل بيه حاجه من على الرخام من على السفره او كده، ده اللي جه في دماغي. فقلت بقى لحمزه خد شيل بيه حاجات، كان موقع فتافيت كده على الارض مش فاكره كان ايه، فقلت له يلا لم بقى، فهو كان فرحان بيه. هنا بقى بدأت ان انا انشر. عايزه اقول لكم ان انا بستغل مثلا يعني من غير تصوير، من غير مثلا الايام اللي انا بصور فيها، لو انا مثلا هصلي الظهر، فبستغل ان انا لابسه الاسدال بقى وبصلي وكده، ببص على البلكونه لو في غسيل مثلا عندي على الحبل هشيله، او لو عندي غسيل اتغسل ايه ادخل انشره. فبستغل حته ان انا لابسه الاسدال، خاصه في الايام اللي فيها الحر بيبقى صعب قوي، بنكسل ان احنا نلبس ونخرج في البلكونه والكلام ده. فبستغل اصلا ان انا مثلا ايه وقت الصلاه خلاص انا كده كده لابسه، فاما اخرج ايه اشوف لو انا هعمل حاجه، لو انا همسح البلكونه. انتوا عارفين طبعا ان انا ايه بحب خاصة يعني في فصل الصيف ان انا لازم امسح البلكونات كل يوم، خاصة بقى ايه دلوقتي انا فرشة، فالايام اللي انا ببقى فرشه فيها دي لازم البلكونات على طول امسحها، حتى لو البلكونه مثلا مطربه بس الارضيه نفسها لازم تبقى ممسوحه كل يوم، بحيث انه السجاد لو حد دخل البلكونه ودخل وخرج او كده ما يبهدلش السجاد. حتى انا هنا كنت نشرت الغسيل من غير ما امسح البلكونه، قلت ايه عشان الغسيل ما كانش هيستنى وقتها. بعد ما نشرت على طول دخلت على طول، قلت خفت ان الولاد يدخلوا البلكونه او حاجه، قلت لازم بقى ان انا امسح على طول البلكونه. احنا كنا في زي الايام دي او كده، الايام دي بقى ايه طبعا مأنتخه بقى والكلام ده، فبقالنا كام يوم ما عملناش حاجة. يعني دلوقتي هتلاقوا بلكونتي برضو اتطربت بالشكل ده، فهي الايام اللي انا مثلا بيبقى فيها عندي مناسبة او حاجة واقعد كذا يوم ما امسحش البلكونة اهو. بصوا قلت لكم كلام عكس بعضه. فعلا بحب امسح البلكونه كل يوم، لكن الايام اللي انا مثلا بيعدي مثلا 3 ايام ولا حاجه ما امسحش البلكونه بتبقى متطربه بالشكل ده. فبدات بقى ايه ان انا عايزه اقول لكم ان الفرشه دي حلوه جدا غير غسيل السجاد، حلوه جدا للبلاط يعني بجد. ما كنتش اعرف ان هي بتبقى طريه على البلاط كده، انا كنت مثلا متوقعه ان هي تبقى ناشفه او كده، لا هي حلوه للسيراميك او كده. بتنظف كمان الفواصل، بتنضف جنب الحيطه اللي هو الخط اللي بيبقى جنب الحيطه ده بتنضفه كويس، وفي الحمام برضو بتنضف البلاط بتاع الحمام كويس. عايزه اقول لكم على حاجه بقى بالنسبه للايه، في حاجه كده في الفيديو هنا الناس بس اللي هي بتدقق شويه بتلاحظها. عارفين القلل شكلها مش نظيف صح؟ وانا عندي اليومين دول القلل برضو مش نظيف. وعايزه اقول لكم ان انا امبارح لما مسحت البلكونه ما رضيتش انضفها. ليه بقى؟ ده اجابه على السؤال اللي بيجي لي في كل فيديو، تقول انا بحب النظافه قوي بس انا مش بستحمل اشوف حاجه عليها تراب، التراب مالي الدنيا. مثلا يعني خاصه ان احنا في فصل الصيف فبيبقى فيه تراب كتير قوي. عايزه اقول لك ما تركزيش والله في كل حاجه، انا كنت زيكم كده زمان، انا كنت زيك اللي هو بركز في ان لا دي اتبهدلت، انا لسه مسحاها امبارح وشوفوا اتبهدلت ازاي، ايه ده البوتاجاز انا لسه منضفاه وهسخن عليه عيش فيبقى عليه رده، ايه ده الطرطش زيت، ايه ده مش عارفه ايه. فبصي انتي نضفي وخلاص. القلل دي بتتنضف كل اسبوع مره في التنظيف الاسبوعي، فانا مش كل يوم بقى هاجي انضف البلكونه ولا امسحها، او كل 3 ايام حتى هاجي افضل امسح في القلل حتى لو عليها تراب. انتي اعملي جدول لنفسك ماشيه عليه وخلاص، ما تركزيش بقى مع الحاجات اللي هي بتتطرب بسرعه دي. دلوقتي بقى حمزه عايز يقول لكم مع السلامه، قولي يا حمزه. مع السلامة. مع السلامه.